أهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان. أتمنى تكونوا بخير وبأحسن حال. موضوع حلقتنا النهاردة احنا بنتكلم عن ملك من الملوك اللي آثاره ما زالت موجودة وبتحكي عنه، وهو الملك سنوسرت الثالث، من أكتر الملوك قوة في زمنه، وهو خامس ملوك الأسرة ال12، من أعظم ملوك المملكة الوسطى. حكم بالتقريب من سنة 1878 قبل الميلاد لحد سنة 1839 قبل الميلاد. طيب يا ترى اليونانيين القدام كانوا بيسموه ايه؟ اليونانيين القدام كانوا بيسموه سيزوستريس، والاسم بيتنطق برضو سنوسرت الثالث. كمل الملك بتاعنا سنوسرت الثالث توسع المملكة في الجنوب، وعمل عليهم حفلة صوتها عالي لحد النهاردة، وعمل قلاع كبيرة زي بوهن ووصل لغاية الشلال الثالث، وفي هناك مسلة بتفكرنا باللي هو عمله. وعمل كمان قلعتي سمنة وقمنة ما بعد الجندر التاني عشان يحمي الحدود من ناحية الجنوب، وعمل أول قناة مائية عشان توصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، واتسمت القناة باسم سيزوستريس. وفي بردية بتقول إنه قعد في الحكم لمدة 39 سنة. الملك سنوسرت الثالث كان من أكتر الأباطرة في زمنه اللي قاموا بحروب طاحنة دفاعا عن الحدود المصرية من جهة الجنوب من ناحية السودان، ومن جهة الشمال ضد الآسيويين من ناحية سينا. لكن كان شغله الشاغل الحروب في الجنوب طوال حياته، وده لأنه كان شايف إن الخطر اللي بيهدد مصر بيجي دايما من ناحية الجنوب. علشان كده كان مكروه منهم بسبب إنه كان بيديهم على راسهم بين كل فترة والتانية. واتقالت فيه قصيدة وكأن المخلص المنتظر في زمانه، وقصيدة بتقول: الثناء لك يا خعكاورع، وده بيكون اسم الملك بتاعنا بس بالهيروغليفية. وبتقول القصيدة: يا حور يا سكران المقدس، الذي يحمي الأرض ويمد حدودها، والذي يقهر البلاد الأجنبية بتاجه، والذي يضم الأرضين بين ذراعيه. والمقصود هنا بكلمة الأرضين طبعا مصر، والذي يمسك الأراضي الأجنبية بقبضته. بس كده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. انتظروني الحلقة الجاية مع رونيتا بموضوع جديد شيق أكتر. سلام.